أستاذ، بداية قراءتك لقرار لجنة الاستئناف، سؤال واضح حتى نضع الأمور في إطارها في البداية. أعتقد في إجابة مباشرة واضحة والله عزيزي وصريحة أن قرار لجنة الاستئناف بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم كان مفاجئا على مستوى الزمن في استهلاك كل هذا الزمن، وكذلك في منطوقه. أعتقد أنه حمل الفصل 82 من لوائح المسابقة الإفريقية أكثر مما يحتمله، ورتب عليه جزاء الفصل 84 في اعتقادي أننا لسنا في حالة من حالات الفصل 82، وبالتالي لسنا في حالة الهزيمة الجزائية على معنى الفصل 84. واضح، يعني أنت تشوف أنه لجنة الاستئناف يعني خاطئة عندما طبقت الفصل 82 في اتخاذ القرار الخاص بهزم المنتخب السنغالي وإعطاء اللقب للمنتخب المغربي. سؤال ثاني بسرعة فقط أستاذ طارق، سؤال ثاني يخص لجنة الاستئناف، لأن الاتحاد السنغالي لكرة القدم، أنا شاهدت المنابر الإعلامية السنغالية تجهيزا للحلقة، شاهدت أنهم حتى شككوا في لجنة الاستئناف، يقولوا لجنة الاستئناف المفروض يكون فيها 9 أعضاء، وقعت المنادات فقط ل5 أعضاء، 4 أعضاء لم يتواجدوا، والرئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم السيد معز الناصري المفروض أيضا أنه لا يتواجد باعتباره رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم. في غير محله. كذلك إجابة مباشرة على مستوى الشكل. هذا الانتقاد الشكلي أعتقد أنه في غير محله، وتركيبة اللجنة الخماسية وتركيبة أعضائها هي تركيبة قانونية وصحيحة. أستاذ طارق العليمي، نقطتين، النقطة اللي ذكرها ربيع العفوي باعتبار ربيع أعطى أيضا مثال على مباراة السنغال وجنوب أفريقيا، والنقطة الثانية القرار المنتظر من قبل المحكمة الدولية. طيب هيك سأكون مستعجل وواضح وصريح، ولكن أستسمحك في نقطة ثالثة قبل الجواب على صديقي ربيع وقبل المآلات بالنسبة للطعن، وهو مزيد شرح وضعية الحال وقرار لجنة الاستئناف بالكاف. علينا أن نفرق بين النص الجامد باعتبار نحن في حالة تحليل لقاعدة قانونية عامة مجردة وملزمة وجامدة، وتكييف هذه القاعدة القانونية مع الوقائع. وقع قضية الحال أنه كان هناك سلوك احتجاجي من طرف المنتخب السنغالي أخذ عليه بموجب عقوبات تأديبية فردية ومالية على المدرب واللاعبين والاتحاد. هل أن هذا السلوك الاحتجاجي يمكن أن يكون مناط تطبيق أحكام الفصل 82 الذي يجاز تطبيقه بتغيير استحقاق ونتيجة رياضية محصنة على أرضية الميدان؟ هنا نقطة الاستفهام والإشكال القانوني، لأن النص صحيح فيه الامتناع عن اللعب أو الانسحاب أو المغادرة، ولكن يجب أن ترتبط بمغادرة نهائية تحققت فيها شرط الانسحاب بعد الإعلام وتأكيد الانسحاب، ولنا في ذلك سوابق قضائية صادرة على محكمة التحكيم الرياضي في 2008 2011 2013 2016 وخاصة وبالذات هيكل. واعتقد أن الزملاء الحاضرين يذكروا هذا المثال في قضية الترجي الرياضي التونسي، الوداد المغربي، الاتحاد الافريقي لكرة القدم، التي نظرت امام محكمة التحكيم الرياضي في 2019 وفرقت وفسرت وقدمت مفهوما قانونيا للانسحاب من أرضية الميدان، وربطته بشرطي نية الانسحاب وتأكيد الانسحاب الفعلي وعدم الرجوع إلى استكمال بقية المباراة. الحال كما أكد خبيرنا التحكيمي تمام حمدون أنه حكم المباراة أقر بالاستكمال، وكانت هناك صافرة استكمال وصافرة نهاية وتتويج وميداليات، فإن آلية تطبيق الفصل 82، وأعذرني إن كنت شارحا مجردا للقانون غير متعاطف فيه لأنه هذه مصداقية أمام العموم، فإن الفصل 82 يصبح بوقائع قضية الحال في غير مساره. 2، نرجع لك بعجالة إلى الجواب على المثال الذي كان في 2018 بسرعة فقط. الطعن لم يتسلط على قرار تحكيمي محض بمعنى هدف أو غير هدف أو استكمال، لا، الأمر تعلق بشبهة التلاعب بنتيجة رياضية مردها وجود رشوة، وبالتالي الملف مختلف. 3، بالنسبة للطعن أمام المحكمة الرياضية سيكون في إجراءات احترازية أولية وهي الاستعجال وإيقاف التنفيذ، وعلى مستوى الأصل أعتقد أن المنتخب السنغالي يستفيد من السوابق الفقه القضائية التي أصدرها محكمة التحكيم الرياضي بخصوص تفسير الانسحاب والذي لا يتطابق مع وقع قضية الحال. واضح. أستاذ محمد الميغودي نمشي له مباشرة، يستمع إليك ويده على خده ويريد أن يجيب بسرعة. أستاذ محمد الميغودي، استمعت لما قاله أستاذ طارق العليمي، رأيك فيما قاله أستاذ طارق العليمي؟ لأني أنا استمعت أيضا لأستاذ محمد الميغودي وما قاله في البين سبورتس، وقال أن الحق عاد لأصحابه. من جهة أخرى أستاذ طارق العليمي يؤكد أنه ممكن اتخاذ القرار من خلال الفصل 82 ليس بالأمر الصحيح بالنسبة للجنة الاستئناف.
والله عزيزي أنا ما سبق لي أن قلته بناء على المعطيات التي توصلنا بها وبناء على القراءة الأولية للجنة الاستئناف. قلت بأن لجنة الاستئناف هذه المرة أولا على الأقل تعاطت مع ملف المغرب. في اللجنة الأولى حتى طعن المغرب أو حتى تقديم ملف المغرب لم تتعامل معه لجنة العقوبة أو اللجنة الابتدائية. في لجنة الاستئناف تعاملت معه وتعاطت معه. وقلت أيضا بناء على المعطيات التي توصلنا بها أن لجنة الاستئناف وقفت بأن في تقرير الحكم وفي تقرير أيضا المفتش العام وفي تقرير أيضا المندوب المقابلة أن هناك إثبات ما يسمى بانسحاب الفريق السنغالي. قلت وبناء على هذه المعطيات الجديدة وبناء على معطيات أخرى للكاميرات وما سجلته الكاميرات أن لجنة الاستئناف خرجت بهذا القرار. ولكن قلت ما هو أهم من ذلك، قلت بأن المغرب ملزم باحترام المؤسسات، ملزم باحترام قرار المؤسسات، وطالما أن الاتحاد السنغالي سيلجأ إلى الطاس فأيضا فنحن ملزمين باحترام كل القرارات التي تخرج عن لجنة الطاس، وبالتالي أن هذا هو ما مطلوب منا هو الاحترام لهذه المقررات أو لهذه الهيئات. ونبهت أيضا إلى مسألتين أساسيتين مهمتين، هو قلت على الأقل لا الحكومة المغربية تدخلت بالتهديد ولا الدولة المغربية تدخلت بالتهديد ولا حتى بلغ الجامعة الملكية المغربية تدخل بالتهديد. بكل القرارات لما خرجت من لجنة العقوبات سلكنا المسطرة والتجأنا إلى الاستئناف، لجنة الاستئناف خرجت بالقرار والإخوان في السنغال لجأوا إلى الطاس، وأيضا سننتظر قرار الطاس ومهما كان سنرحب به. طبيعي. وسأعود أيضا بعد قليل الأستاذ طارق العلامي حتى يعطينا يعني المتوقع بالنسبة للمحكمة الدولية، باعتبار طارق كانت لديه العديد من القضايا في التاس في المحكمة الدولية وممكن يعرف توجه المحكمة الدولية كيف ستسير الأمور. نمشي فقط ملاحظة قبل ما نمشي النص البدوي، ملاحظة ممكن يتساءلون لماذا لم أقل مبروك للمنتخب المغربي؟ المفروض أن نبارك للمنتخب المغربي لأن المنتخب المغربي حاليا بالقانون هو بطل افريقيا. في انتظار قرار المحكمة الدولية المنتخب المغربي بالقانون حاليا هو بطل افريقيا، ولكن فقط نحن ننتظر قرار المحكمة الدولية لا اكثر ولا اقل. يعني الحقيقة انك تقول مبروك ولا قدر الله بعدين نتراجع في العملية ما تكونش الحقيقة جميلة. لهذا ننتظر قرار المحكمة الدولية، وان شاء الله الحقيقة لنا كعرب نحن على فكرة نتناول فقط نص القرار، ولكن في داخلنا طبيعي جدا نتمنى أن المنتخب المغربي يكون بطل إفريقيا، منتخب شقيق، منتخب عربي، نتمنى تكون المغرب بطل إفريقيا، ولكن فقط نحن نخوض في نص القرار بصفة منطقية بصفة واقعية حتى يعني تكون الصورة واضحة لا أكثر ولا أقل. نمشي النص البدوي، لأنه النص البدوي في الحلقة قبل السابقة تتذكر كنت مصرا ملحا على الهيمنة المغربية وقلت بوضوح، قلت أنه المغرب مسيطرة، فوزي لقجع مسيطر في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. هل هذا القرار حسب رأيك هو يؤكد السيطرة المغربية والهيمنة المغربية اللي تحدثت فيها سابقا مع ابتسامة أستاذ محمد المغودي؟ صحيح، هيك مرة أخرى يأكد أنه اليوم راه زاد باش نبداو نحكي ونكونوا حتى على الاستئناف. يعني بالنسبة لي أنا أنه بالنسبة لي أنا أنه المنتخب المغربي يكون عنده نفوذ ولا يكون عنده شخص نافذ في الكرة الإفريقية ولا في الكاف بالذات هي حاجة تجم تخدم كان البلد اللي ينتمي له الشخص هذا. سي فوزي معروف ومشهود له أنه من الرجالات اللي عرف كيفاش يتعامل وعرف كيفاش يعمل علاقات ممتازة اللي تجم في وقت من الأوقات يلقى النوادي نتاعه ولا الفريق الوطني نتاعه ينجم يظلم، ينجم يحط الثقة نتاعه باش يحاول ينصف الفرق، وهذه حاجه مشروعه ومفهومه. لكن في كره قدم انا في نهايه الامر هيك الوقت اللي نحكيو على نهائي بالحجم هذايا ونشوفوا الطريقه اللي قاعدين نتعاملوا بها في النهائي كيما هكايا من نجم كان نتوجع الحق نتاع ربي، على خاطر في وقت من الاوقات كنا ونقولوا احنا حتى في قبل في البطوله نتاعنا وقت اللي نحكيوا على البطولات ونحكيوا على الكؤوس نقولوا ماذا بينا البطولات تتحسم في الميادين، ماذا بينا ما تتحسمش في المكاتب، ما تتحسمش في نقولوا احنا في المؤسسات، ماذا بينا الكره راهي تتحسم. لكن في نهايه الامر من حق المغاربه باش يدافعوا على حقوقهم، من حقهم
نتاعهم باش ينجموا يحاولوا باش ياخذوا الحق اللي يشوفوه هما تمارس ضدهم هما. ما كانتش فيه قوانين ولا بتاتر الحكم ما كانتش عنده الجرأة الكافية باش ينجم يوقف المباراة في نهار الواحدة من غير زاد مندين. الخروج نتاع المنتخب السنغالي زاد كيف تصويره مش مزيانة. ما نحبش نشوف أنا في الكرة الإفريقية ينجم يكون الأخطاء موجودة وتنجم تكون موجعة، لكن مش توصل لحد أنك تغادر الميدان زاد كيف. هذه حاجة ما نجموش نقبلوها. لكن في نهاية الأمر احنا توا قاعدين نعطيه في تصويرة خايبة على الكرة الإفريقية بصراحة بكل أمانة. هذا موجود ومعناتها مقر من الناس الكل والعالم كامل شد الحكاية هذه. وحتى النزاهة في الكرة الإفريقية ماشية وتقل، هي من قبل فيها الشك، ولكن توا كل مرة قاعدين نأكدوه. واضح ناصر. طبيعي هذا راي كابتن ناصر البدوي. نمشي ربيع ناخذك الحقيقه انت كلاعب من خلال تاريخك من خلال كل المباريات اللي لعبتها، هل مقتنعه بحكايه الانسحاب؟ هل تشوف الانسحاب كان موجود في تلك المباراه؟ تشوف انه كان في انسحاب فعلي من المنتخب السنغالي على ما حدث في المباراه؟ ولا رجعنا لقوانين واللوائح نتاع المسابقات؟ لا شك في ذلك، لأن اليوم في المادة 82 إذا الفريق لم يأتي ولم يكن حاضر على مستوى أرضية الملعب، وكذلك إذا خرج الفريق الكل من أرضية الملعب، يعني هناك حالتين وتتكلموا فيها حتى الفنيين. يا الإنذارات واللي كانت لازم تكون على لاعبي منتخب السنغال، واعتقد بانه اذا تلقى تقريبا 2 أو 3 لاعبين كانوا سيطردون من تلك المباراه، او تطبيق الماده 82 بمعنى انه الحكم كان من اللازم على انه يطبق ذلك يتم تطبيق الماده 82 على مستوى انه الفريق كله ترك ارضيه الملعب، وهذا شاهدناه وموثق في الكاميرات، وتثبيت نتيجه هزيمه منتخب السنغال يعني في الماده 84. وممكن ناصر البدوي يتكلم على انه من هذه الحالات فكانت هناك حاله مشابهه على انه الحكم انهى المباراه وطعن منتخب السنغال في نتيجه مباراه في 2016 في تصفيات كاس العالم 2018، ولكن لم يكن فيها انسحاب، مباراه انتهت. ما هذا اللي يريد، طعن في قرار تحكيمي. اي كان في قضيه رشوه اعتقد. شوف، المنتخب السنغال رفع شكوى للاتحاد الدولي وطعن في قرار تحكيمي، يعني في رايي الشخصي وتمام هو ادرى بهذه المواضيع، طعن في قرار تحكيمي. الاتحاد الدولي فتح تحقيق ووجد انه الحكم جوزيف لامتي بانه يعني كان هناك تلاعب في المباراه، واعيدت المباراه بعد ما قبل الاتحاد الدولي يعني هذه الشكوى واكدها الطاس، ومن ثم اعيدت المباراه بعد سنه وتاهل منتخب السنغال الى كاس العالم بعد ما خسر في المباراه الاولى بهدفين لهدف. ممكن نرجع لهذه النقطه بعد قليل مع طارق العلامي، ولكن بسرعه نحاول دقيقتين. كابتن تمام شريف والاستاذ تمام، الا تعتقد ايضا انه ممكن الحكم اخطا، انه لم يتخذ قرار سريع، انه كان في تردد ايضا من الحكم اثناء المباراه؟ هيكل خلينا نكون صريحين. اول شيء بالنسبه للقانون، ما مكتوب بالقانون متى ينهي الحكم المباراه. الحكم ينهي المباراه عندما تكون هناك سلامه الجمهور، سلامه اللاعبين، ممكن ياجل المباراه، يتاخر في المباراه، ولكن كاتحاد دولي اتحادات قاريه لا توصي الحكام بتاجيل المباريات او انهاء المباريات. عموما الذي حدث في كل اتحاد قاري، كل مسابقه هناك نظام معين. خروج اللاعبين من الملعب نعم هذا وارد، ولكن يجب أن يكون في النصوص مدة معينة. الآن ليس أي خروج من الملعب يعني الانسحاب، يجب أن تعطيهم مهلة، ما في شيء أنه يصفر الحكم فورا. على ما أعتقد أن الانسحاب تم لمدة 14 دقيقة، وحسب التعليمات اللي بحثت عنها في اللائحة الأفريقية أن المدة يجب أن أعطاها 15 دقيقة. عموما القرار ليس قرار حكم فقط، في هذه القرارات الحكم زائد مراقب المباراة يتشاورون مع بعض ومن ثم ينتج القرار، ليس الحكم الوحيد هو صاحب القرار. وللأسف أنا بقول يعني بحكي أنه موجودين، لجنة المسابقات كانت موجودة في النهائي، الجميع كان موجود، يعني تشاورتوا أنتم، طيب أنتم سمحتوا لهم يرجعوا، كيف هلا عم تخسر الفريق؟ في شيء غلط أول شيء. ثانيا طلعت البطولة رجعتها للفريق السنغال، ليش ما عاقبت الحكم؟ يجب معاقبة الحكم والمراقب الإداري الذي استكمل المباراة. طالما استكملوا المباراة هم دخلوا في خطأ واضح. يعني الحقيقة أنه قرار لجنة الاستئناف الحقيقة قرار صحيح هو عاطفيا لمصلحتنا، لمصلحة المنتخب المغربي، لمصلحة الكرة العربية، ولكن الحقيقة في المحكمة الدولية الأمر سيكون مختلف، الأمر سيكون صعب جدا.
بالتاكيد طبعا، يعني حتى يعني اولا القرار كان مفاجئ للجميع، سواء لينا كعرب او حتى للمتابعين في الدول الاوروبيه، ووصفوه يعني طبعا باوصاف كتيره جدا. القرار كان مفاجئ جدا، خاصه المباراه بعد ما انتهت والتتويج والكلام ده كله. وكنت طبعا احنا نتمنى طبعا ان المحكمه الرياضيه الدوليه تحكم لصالح المغرب، ولكن هتبقى في مشكله ان الاستاذ محمد مغودي مش هيوافق على عوده وليد الركراكي لقياده المنتخب المغربي رغم انه حقق اللقب، ودي هتبقى المشكله الاكبر. يعني ممكن المحكمه الرياضيه توافق ان اللقب يبقى مغربي او تقر بده، بس الاستاذ محمد مش هيوافق ودي هتبقى مش هيضطر نرجع للمحكمه الرياضيه تاني. والله ده في اكثر من مشكله، في اكثر من مشكله، في اكثر من مشكله. عندي حق الرد. اي استاذ نعطيك حق الرد في 30 ثانيه فقط. 30 ثانيه. إذا حكمت الطاس لصالح المغرب، وهذا ما أتمناه، سيكون اللقب بالقلم وليس بالقدم. يعني ما فرط فيه وليد الركراكي بالقدم، استدركه الرجل القوي النافذ بالقلم. عجبتني الرجل القوي النافذ. ناصر البدوي حسها الرجل القوي النافذ. يعني على كل طبيعي جدا نتمنى الحقيقه، نتمنى أن المنتخب المغربي يفوز بهذا اللقب. ان شاء الله تعطي لقب لكرة القدم المغربية، ولكن نحاولوا أن نعطيو الامور بصفه منطقيه بصفه واضحه. وطارق العلامي طبيعي خبير لدى المحكمه الدوليه، وكانت لديه العديد من القضايا، لهذا